لم تترك الجزائر مجالا للشك لأحد بأنها الدولة صاحبة النخوة والشجاعة والسباقة في المحن، حيث أثنى العالم أجمع على الهبة التضامنية التي بادرت بها الجزائر كأول دولة عقب الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا وسوريا. وأتت عبارات الثناء على الجزائر والجزائريين في صور عديدة، إلا أن اللواء جميل السيد قائد المخابرات اللبنانية الأسبق قد خلد اسم الجزائر بحروف من ذهب حين غرد قائلا بأن الجزائر وفي الوقت الذي تردد فيه العرب عن مساندة المنكوبين باشرت هي الأولى بدون خشية من الغرب وكسرت الحصار الجوي عن سوريا. وأردف قائلا أن بلد المليون شهيد يدرك أن العروبة ليست شعارا فارغا بل وقفة عز في زمن الذل.